السلام عليكم. واحد السيد بغا يمشي يسمي ولدو في الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء، بغا يسميه محمد. قالوا لي لا، ممنوع. قال لي علاش؟ قال لي داكشي جاي من الفوق. قال لي ودابا شنو المشكل؟ شنو يعني شنو غندير؟ قال لي يا اما تسمي سمية اخرى يا اما تزيد حدا هاد السمية سمية اخرى. قال لي كيفاش؟ قال لي يعني دير محمد امين ولا محمد، المهم سمية حداها، محمد مصطفى ولا محمد كريم ولا دبر راسك، المهم محمد بوحدها ما تكتبش. والله شاهد على ما أقول، أقسم بالذي خلق الكون في 6 أيام ثم استوى على العرش. إلى السيد بقى في الحال كلك شوف. محمد بن عبد الله الذي حررنا من الشرك ومن البدع. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني كتشوف، والله هادشي مؤلم 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 صراحة. يعني كتشوف، حنا ما ربيناش وليداتنا على العقيدة وأنهم يدافعوا عن الله ويدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربينا وليداتنا ولو كيدافعوا على كرة منفوخة تابعينا. سطينا وليداتنا، حنا سطينا وليداتنا مساكن، خرجنا عليهم، خرجنا على وليداتنا ولو معذبين مساكن. كيبدا الماتش باغينا يمشي، لا مشات خسرت الفرقه ديالو كيمرض ويتعصب ويتعاقد، كتوقع عليه شي حاجه لان علقناه بالاشياء. شنو نقولوا لربي يوم القيامه؟ شنو نقولوا لربي سبحانه وتعالى؟ الامهات في فلسطين يلدون الرجال ويربون الرجال، يستشهدون على مصر نبيهم القدس، كيموتوا من أجل مصر نبيهم. الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة. الله، حنا ولدنا وليدات تعلقناهم بالاشياء، تعلق ولا ولد مسطي على موطور يقاد فيه من هوك ويقاد فيه من هوك وبغا يتسطى حماق. الا مشى تقبشوا ليه شي واحد ولا مشى حماق. علقنا وليداتنا بالاشياء، ولا الدري لابس الصنداله ولا السبريله ولا سيرفيط وحاضيها. عندك يقمش عليا شي واحد، عندك يدير لها، عندك هادي نهار والمرايه اللي داز من حداها يشوف، داز من حداها يشوف كذا ويشوف هادي. جعلنا وليداتنا بحال البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني معلقناهمش بالله عز وجل، معلقناهمش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، باش كيعرف الهدف ديالو علاش خلق الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. راه ما خلقتك إلا باش تعبدني، خصك تعرفني، تعرف ربك سبحانه وتعالى، وتعلقوا بالقرآن وتعلقوا بالدين، ويعرف الأنبياء ويعرف الصحابة. واحد قلت لي شكون هو عيسى ما عرفوش عليه السلام. قلت لي واحد شكون هو آدم ما عرفوش. فين هما هاد الوالدين؟ الدور ديال الوالدين ولاو كيرعاو الوالدين، ولاو كيعاو بقاش كيربيو تربيه. هما المسؤولين يوم القيامه. مسؤول كل راع مسؤول عن رعيته. وربي سبحانه وتعالى غادي يعذب هذوك الوالدين، غيعذبهم بولادهم. معايا ولي 12 14 سنه ما بقيتيش تحصل عليه، ما تقدرش عليه صافي، لانه تماك فين غادي يبدا التعذيب النفسي والجسدي والمالي والمعنوي. كلشي غادي يبداو يعذبوا في ولادك، لان هذاك يعني ربي سبحانه وتعالى كيسلطهم علينا. لان مني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم علموهم 7 واضربوهم 10. علقوهم بالله عز وجل. ملي كيتعلق بالله كيلقى ربي ملي كيكبر يقول ليه وبالوالدين احسانا، يعني يعطيهم 9. وقد ربك الا تعبدوه وبالوالدين احسانا وان اشكر لي ولوالديك. كيلقى بان ربي سبحانه وتعالى كيقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه. عطيهم 9 واخا يكونوا كفار مشركين، عطيتهم 9 وصاحبهما في الدنيا معروفه. سبحان الله العظيم. كتلقى ربي سبحانه وتعالى كيقول لهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. كن دليل بينهم، دليل يعني يهضر معاك فلان اجي دليل تحت راسك
ربي الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول الزم رجلها فثم الجنه. واش هاد الولد هذا غادي يطلع زعما يعاصي والديه؟ ما يقدرش. ولكن انا علقته بفريق، ولا كيمشي يخسر موالو وعطى لذاك الفريق الولاء والبراء، ولا كيفضلوا على الصلاه، ولا يعني ولا مشى تخسر الفريق ديالو ما يقدرش يشوف صحابه، يعني طالع ليه الدم ومقلق وكذا وما عرفت شنو هو. حنا شفناه في واحد اللقاء، كان واحد ديربي دري باقي صغير في عمره، مع 6 سنين ومع 7 سنين، ضرب مو، خسر الفريق ديالو ويدفع مو في التيران. حنا شفناه. يعني هذا شنو غادي، شنو هاد الوليدات هادو شنو غادي؟ يعني ربي سبحانه وتعالى قالها: ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. عندك تشوف ولدك راه باقي صغير، تشوفه عنده عام وعامين وثلاث سنين وتقول الله وليدي وتلعب بيه وكذا، راه غيولي عدوك من غادي يكبر. وقالوا العلماء ان هذاك الولد يوم القيامه يوقف بين يدي الله ويقول: يا رب خذ لي حقي من هذا عدو الله. يعني الاب وكل ولده وشرب وتهلا فيه وداه النادي وكساه وقراه، ولكن ما جابش ليه الدين. علقوا بالاشياء، تعلق بالاشياء، ما يلقاش راحته الا في الاشياء. خاصو طوموبيل جديده، خاصو موتور جديد، خاصو ايفون جديد، خاصو سبرديله جديده، خاصو. حنا ماشي هادشي حرام، حنا ما كنقولوش هادشي حرام، ولكن الولد تعلق بالاشياء صافي. صعيب انه يعني يتعلق بالله ويرجع، صافي تعلق بالماديات صافي مشى، ما يقدرش يرتاح الا في. علاش النبي صلى الله عليه وسلم اكد انك علموهم التجاره باش كتحكهم. يتعلم باقي صغير، يدخل يتعلم حرفه، يتعلم التجاره، ندير لي واحد البيعه وشريه باقي صغير. نقدر مثلا نمشي ناخذ لي غير شي اللي كان ناخذها واحد، يعني واحد زينه سبيله السماطي وزينه ديال الكالصوات وزينه ديال التقاشر، ونمشي نحطهم ليه حتى الجامع انا وياه، ونقول ليه بقى هنايا، ها هذه بيعه بكذا وهذه بيعه بكذا وهذه بيعه كذا، ونرجع اللور انا ونبقى حاضيه ولدي حاضيه واحد 2 سوايع ولا ساعه ونص، وعاد نرجع عادو نقول ليه شنو كاين تماك وكذا، ونعاود نجيبو الغد ليه ونعلقو، يعني نعاود ثاني نخليه ونباعدو باش يتعلم يبيع ويشري. نبقى واحد ساعه ونص ولا كذا، ومن يبيع داكشي نقول له: شوف هاد الفلوس خليهم لك، ومشي نصاوب لي واحد المجر في الدار، ونقاد ليه السوارت، نكثر ليه سوارت، باقي يلاه 10 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين يشب على التجاره. ماشي تيكبر ويخشوه ليا في شركه يسجنوه يقاولبوه، يبداو يعطيوه واحد التفرتيته ديال الفلوس، الراسماليين يقاولبوه، يطلع ولدي تاجر. نعلقوا شويه من نسالي، نقول لي يلاه ونديه الكراج علاه ونديه كذا، ونقول لها منين تبيع وتشري وكذا. الدري 10 سنين 11 عام كيطلع فايق وراجل. يبداو يكذبوا عليك حق حقوق الطفل حق كذا. هذه خصني نشوف انا النبي صلى الله عليه وسلم احسن تربيه محمد صلى الله عليه وسلم، انك يربي لك ولدك ويقول لك ها كيفاش تربي الا بغيتي يطلع رجل.